اي لغة ليها سينتاكس، سواء لغة برمجة او لغة في العموم ليها طريقة كتابة معينة. طيب دلوقتي عشان تتعلم لغة ايا كانت، مثلا عربي، فمحتاج تعرف الحرف بيتكتب ازاي، الطريقة بتاعت الكلمة بتتكتب ازاي، وهكذا. نفس الكلام في لغات البرمجة، كل لغة ليها سينتاكس معين. طيب ايه سينتاكس لغة سي بلس بلس؟ مبدئيا كده العلامتين دول اسمهم كيرلي بريسز، تقدر تقول عليهم دول كده البرواز اللي بيتحط فيه كود. انا دلوقتي الكومبايلر هيقرا ايه؟ هيقرا اللي جوه ده وهيبدا ينفذه. تمام، انا بكتب هنا كل اللي انا عايزاه او الكود المهم بتاعي في المين ما بين دول. تمام كده. طيب كل سطر كود لازم عندي ينتهي بسيمي كولون، دي اسمها سيمي كولون ودي اسمها كولون. تمام، دلوقتي ده string بيبقى لازم بين دبل كوتيشن، ده كده الكومبايلر بيقراه ككلمة، انما دول اوامر الكومبايلر بيقراه كأمر مش ككلمة. انما اي حاجة بين سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن بيقرأها ككلمة او ككاركتر حرف. حتى لو الكاركتر ده مثلا هنفترض ان احنا هنكتب حرف واحد بس، او حتى مش هكتب حرف واحد، ده هحط سبيس، ده بالنسبة له كاركتر. محتاجين نطلع فوق شوية بقى ونبص يعني ايه هاش انكلود، الهاش علامة الشباك دي، وايه هي الاي او ستريم. هاش انكلود دي انا بقول للكومبايلر ضملي المكتبة دي معانا، المكتبة دي اللي هي بتتحط ما بين الاتنين دول، ما بين العلامتين دول، ضملي المكتبة دي معايا في كود عشان يبدأ يقرأ ويعرف ان المكتبة دي هتبقى بستفيد منها او اخد منها ملفات جاهزة بلت ان في اللغة. اصلا اللغة مش هتمشي غير بدي. تمام، ايه هي الاي او ستريم؟ هي مكتبة عشان تساعدني اخد input من اليوزر، الاي دي فور input والاو دي فور output، واطلع لليوزر output. تمام، في مكاتب غيرها، في كتير غيرها، وطبعا مع الوقت ومع الفيديوهات الجاية ان شاء الله هتفهموا اكتر في السينتاكس، وهتفهم اكتر عن اللايبراريز وايه استخدامها وفي قد ايه، وكل لايبراري بحتاجها امتى وفي ايه بالظبط. طيب كده فهمنا تقريبا اغلب الاسطر الموجودة، فاضل بس ال std. طيب ال std دي اختصار لكلمة ستاندرد، هي حاجة بلت ان في اللغة بتضم كذا حاجة معايا، زي السي ان اللي انا باخد بيها انبوت، والسي اوت اللي انا بطلع بيها اوتبوت، والسترينج والسورت وفيكتور. دي كلها مفاهيم هنفهمها بعدين، بس دي زي ما كان حاجز لي كذا حاجة بقدر استخدمها في اللغة. ماشي. طيب انا في الفيديوهات اللي فاتت كنت بكتب using namespace، واكتب ال std. تمام، ده كان بيغنيني عن ان انا اكتب std كل مرة هنا. يعني مثلا دلوقتي همسحها من كل سطر والكود هيشتغل. تمام. طيب ايه اللي بيفرق بقى؟ ايه اللي خلاها فرق؟ هو انا لو ما كنتش حاطه السطر ده، هل الكود كان هيرن من غير ما يبقى فيه هنا std؟ لا، ما كانش هيرن. طيب دلوقتي رن، جاب لي اهو احمد، واحمد 2 واحمد 3، وفي طبعا السطر اللي اتساب في النص فاضي اهو اللي هنا. تمام، طب نجرب بقى كده نرجعها تاني، نرجع كل حاجة زي ما كانت. تمام، هنرن دلوقتي، هيرن جاب لي نفس النتيجة. طيب لو شلت واحدة بس، عايزة، هو اصلا مبدئيا جاب لي ايرور.
تمام. بيقول ان في ايرور في الكود، syntax error، ولازم اصلحه، اللي هو وجود ال std. تمام. طيب ايه لازمة السطر ده وليه بيغنيني اكتب std تحت؟ تمام. ايه هي النيم سبيس؟ عشان نفهم النيم سبيس اساسا هدي مثال بسيط. مثلا std ده اسم شركة، وفي شركة تانية اسمها اكس، الاتنين عندهم موظف اسمه سي اوت. تمام. طب انا هدي هنا بتكلم مثلا مع حد بقول سي اوت اسم الموظف ده، هيقول لي انت قصدك الموظف بتاع شركة اكس ولا شركة std؟ في لخبطة. الكومبايلر كذلك برضو بيتلخبط في الحتة دي. فانا دلوقتي عشان اكتب له سي اوت بس كده محتاجة اعرفه قبلها واكتب له std اللي هو فلان بتاع شركة كذا. تمام. عشان يعرف يفرق انا هستخدم انهي سي اوت او هستخدم الكلمة دي منين بالظبط او من انهي مكان. النيم سبيس دي عاملة زي شنطة كده انا بجمع فيها كل حاجتي بس بشكل منظم. فبالتالي انا لما اكتب هنا نيم سبيس std انا كده عارفة ان انا اي حاجة هكتبها انا هاخدها من std، مش هخلطها مع حاجة تانية. تمام. فانا السطر ده يغنيني ان انا كل سطر اقعد اكتب std دبل كولون. تمام. بس هي دي اهمية السطر كده. تمام. مش لازم اكتب std دبل كولون تحت وهيرن كمان عادي. نفس الشيء. طبعا بعدين هتفهموا اكتر عن السنتكس وهيبقى الموضوع اسهل. طيب هل ده السنتكس بتاع كل اللغات؟ لا. مثلا بايثون ما بتكتبش سيميكولون، ما مش مضطر ان انا اكتبها. لو انا هسيب سطر يعني هكتب كل سطر في امر واحد بس. ان شاء الله نكمل في الفيديوهات الجايه.